الواقع يتفق معنا جميعا أن الأسطورة والنجم إبراهيم دياز هو النجم الأول في المغرب. الواقع يقول أن النجم إبراهيم دياز لم يكتفي في هذه البطولة، سجل وتألق وكان هو اللاعب الرقم 1 والمؤثر في منتخب المغربي. ولا نريده أن يكتفي. عرفت يا رجل لماذا؟ لأن إبراهيم دياز يعتبر اليوم شعلة المنتخب المغربي، ربما هو النبراس الذي يقود المنتخب المغربي في أحلك الظروف، بيطلع لك بأهداف يعني لا تكن تنتظرها. تصور معي المباراة تاع تنزانيا، على الرغم من أن الكل كان يقول أن المغرب يكسبها بسهولة، لكن المباراة صعبت على اللاعبين، وبالتالي جاء إبراهيم دياز كما يأتي، وقلناها في وقتها، كما يأتي البدر في الليلة الظلماء ليضيئها. فبالتالي إبراهيم دياز أنا أتصور على أنه النجم الأول لهذه البطولة، على أنه النجم الأول للمنتخب المغربي. النجم الأول في البطولة؟ طبعا. كل المنتخبات الأربعة الموجودة؟ إلى غاية الآن، إلى غاية الآن يعني أفضل لاعب إلى غاية الآن. تهديفيا فقط. لا حتى إشعاعيا. شوف يا أنا سألت وقال لك تهديفيا خلاص، بعطيه تحت فرصة بعد ما تكمل. بعد ما نكمل. إذا إبراهيم دياز، أنا بالنسبة لي لماذا أنا سعيد لإبراهيم دياز؟ إبراهيم دياز نعرف جميعا أنه جاء إلى المنتخب المغربي في شهر مارس من سنة 2024 لما قرر أنه يلعب مع المنتخب المغربي. هو من لعب للفئات السنية للمنتخب الإسباني. جميل. يلعب مع نادي ريال مدريد، قرر يجي، فكانت بدايته رهيبة جدا، وبدايته يعني في البطولة رهيبة كذلك. لكن الوقت أنا سأكون سريعا، لكن بعد ذلك تراجع أداؤه. مهما كنت سريعا لن تصل إلى سرعة إبراهيم دياز. لا أبدا. فلذلك مستحيل ما شاء الله تبارك الله. لذلك تعتبر هذه البطولة انبعاث جديد لإبراهيم دياز، ولعلنا نلاحظ في كل ساعته بكل الأهداف تؤكد على أنه وجد نفسه في هذه البطولة. ذكرت أنت الأفضل وصابر ذكر فقط تهديفيا. هو الأفضل تهديفيا طبعا، الأرقام لكن تذكر محمد صلاح، لكن إذا وضعنا مقارنة بين الأفضل لغاية وصوله للمربع الذهبي، تختار محمد صلاح أم إبراهيم دياز؟ لا حتى الآن في هذا التوقيت في رأيي الشخصي أن المقارنة أكثر ما بين أوسيمين وإبراهيم دياز. طيب بين أوسيمين وإبراهيم دياز، ولكن لو هحط القائمة، لو هوسع القائمة كمان هحط محمد صلاح طيب ولقمان. من الأفضل يعني انتظر إجابة. لأن بدر قال أعطى حكم وأطلق نتيجة. كلاهما لا ما أقدرش أفرق ما بين أوسيمين و 50-50 ممكن. ومحمد صلاح يأتي محمد صلاح يعني في الفارق ليس بعيدا. انا بقول لك انا ممكن احط كمان معاهم لقمان في هذه القائمه، انما الامتار الاخيره هي الاهم. لا هو احنا فرضنا التساؤل وهو اجاب. انت وضعت 50-50 ما بين اوسمان وبعدين ثم محمد صلاح. هو يتكلم على لقمان، انا انصحك على ان لا تضع مجددا صابر في حرج المفاضلات.